ميركاتو شبيبة القبائل 2026 يشتعل من جديد، وصفقة الكناري أصبحت حديث الجماهير الجزائرية بعد الإعلان عن صفقة إيهاب بالحسيني. تتحرك إدارة شبيبة القبائل بسرعة لحسم صفقات جديدة قد تغير شكل الفريق قبل انطلاقه الموسمي الجديد، لكن المفاجأة هذه المرة أن إدارة شبيبة القبائل وضعت نصب أعينها نجما جديدا من شباب بلوزداد، في حين اصطدمت بمحاولة أخرى تبدو شبه مستحيلة. فهل ينجح الكناري في خطف عبد الرحمن مزيان؟ ولماذا تبدو صفقة حسين بن عيادة معقدة جدا؟ تابعوا معنا الفيديو للنهاية لأن هناك تطورات جديدة في المفاوضات. بحسب آخر الأخبار ميركاتو شبيبة القبائل اليوم، فإن إدارة النادي بقيادة المدير الرياضي يزيد منصوري دخلت رسميا في مفاوضات من أجل التعاقد مع الجناح الهجومي عبد الرحمن مزيان لاعب شباب بلوزداد. وحسب المصادر المقربة من الملف، فإن إدارة الشبيبة قدمت عرضا ماليا كبيرا جدا يؤكد رغبتها القوية في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. هذا التحرك لم يأتي من فراغ، بل بعد نجاح إدارة الكناري في ضم إيهاب بالحسيني، وهو ما شجع على مواصلة استهداف أبرز لاعبي شباب بلوزداد. وتبحث شبيبة القبائل هذا الموسم عن تدعيم الخط الأمامي بلاعب يمتلك السرعة والمهارة وصناعة الفرص، وهي المواصفات التي جعلت مزيان واحدا من أهم هذه الأسماء المطلوبة داخل النادي. لكن هذه الصفقة لن تكون بهذه السهولة والبساطة. إدارة شباب بلوزداد كانت قد قررت في وقت سابق الاحتفاظ بعبد الرحمن مزيان، كما أن اللاعب التحق بالتربص التحضيري للفريق في تونس، وهو ما يوحي بأن النادي لا يريد التفريط فيه. ورغم ذلك تؤكد عدة مصادر أن الصفقة لا تزال ممكنة، فالكرة الآن أصبحت في ملعب إدارة شبيبة القبائل التي ستحاول إقناع اللاعب من جهة والتواصل إلى اتفاق مع شباب بلوزداد من جهة أخرى. تشير المعطيات إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة للغاية، خاصة مع برمجة جولة جديدة في المفاوضات خلال هذا الأسبوع. ولهذا السبب فإن جماهير الكناري تتابع الملف ساعة بساعة في انتظار معرفة ما إن كان مزيان سيرتدي فعلا القميص الأصفر والأخضر أم سيواصل مشواره مع شباب بلوزداد. وفي المقابل ظهر اسم آخر في قائمة اهتمامات شبيبة القبائل، وهو المدافع الدولي حسين بن عيادة. وبحسب المعلومات المتوفرة فقد ضغطت أطراف داخل النادي من أجل تقديم عرض رسمي للاعب، مع استعداد الإدارة لتوفير شروط مالية ورياضية مناسبة. لكن الواقع يبدو مختلفا تماما، فإدارة شباب الوزداد تعتبر حسين بن عيادة أحد ركائز الفريق، وترفض بشكل قاطع فكرة بيعه أو تحويله إلى نادي آخر. ولهذا السبب تبدو هذه الصفقة في الوقت الحالي شبه مستحيلة. بالنسبة لجماهير شبيبة القبائل فإن الأولوية أصبحت واضحة. إذا نجحت الإدارة في حسم صفقة عبد الرحمن مزيان، فإن الفريق سيكسب لاعبا قادرا على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة، خاصة مع الطموحات الكبيرة للمنافسة على البطولة والذهاب بعيدا في المنافسة القارية. أما صفقة حسين بن عيادة فهي تبدو معقدة جدا في الوقت الحالي، إلا أن عالم الانتقالات لا يعترف بالمستحيل، وقد نشهدوا مفاجأة في الساعات أو الأيام المقبلة. في رأيكم هل تعتقدون أن شبيبة القبائل سينجح في ضم عبد الرحمن مزيان؟ وهل ترون أن الإدارة يجب أن تواصل الضغط من أجل حسين بن عيادة أم تركز على أهداف أخرى؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جميع أخبار ميركاتو شبيبة القبائل وأخبار الدوري الجزائر صفقات شبيبة القبائل.